انا اسف في اللي هقوله ده، بس مشيهم. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ طمنوني عنكم. ده فيديو جديد هنتكلم فيه عن السينيورز. الشركات لما بتبدا تكبر او اللي بتحاول تبدا كبيره شويه، بتحاول تعتمد اكتر على السينيورز، من عندهم خبرات كبيره، كريديبيليتي في السوق افضل، فنسبه نجاحهم بتبقى اعلى من انك لو جبت جونيورز او حاولت تشتغل على انك عايز تشتغل بمعدل نمو اسرع بكتير، فما عندكش الوقت الكافي اللي تستثمر في الجونيورز. فالسينيورز بيكونوا افضل اختيار ليك. ولكن السينيورز في الماركت من خلال خبرتي من 2012 لحد دلوقتي، بالاخص في قطاعات التسويق، هم نوعين. نوع سينيور، حد مركز بيحاول دايما في كل فتره في حياته يبني خطوه جديده، يبني سكسس ستوري، بيحاول يتعلم من اخطائه ويطور بشكل سريع. دايما شخص كده بنسميه ريسورسفول، او عنده حلول ومصادر لكل تحدي بيقابله، وبيعرف يتصرف ويتشقلب، وده اللي بيميزه الحقيقه. في شخص تاني لا، هو مقتنع ان هو عنده القدرات العظيمه اللي تخليه يعمل 100 حاجه في نفس الوقت، وتخليه للاسف ما بيركزش في حاجه ولا يتطور فيها بشكل قوي. ولكن انت ممكن تبقى عارف ان ده فيه من الاول وتاكسبته. المشكله بتبقى فين؟ لما تلاقي الشخص ده مش بيتعلم من اخطائه، او بيكرر نفس الخطا كذا مره. فهتلاقيه مثلا خطأ حصل معاك في البروجكت او في الشركه، وانت بتنبهه عليه، يجي بعد فتره شهر او اتنين، ويبدأ تلاقي الخطأ ده اتكرر تاني. وكل الأخطاء هي يا إما تركيزها في الأنا بتاعته، أو في عدم التعلم وتدارك الأخطاء. فنصيحتي ليك، ما تسمعش اللي بيقولك انت المفروض تصبر على حد، وده موظف، وده هو اللي هيشيل الشركة، وانت مش عارف انت ماشي مين من عندك من الشركة، ده خبرته عاملة ازاي. لا، الحل هو انك تمشيه، لان انت بتويست تايم كبير جدا في مرحله مهمه في شركتك، وهي مرحله النمو. فمن وجهه نظري ده انسب وقت، وده انسب موظف تطبق عليه فاير فاست. لازم تمشيه في اسرع وقت ممكن. لما يغلط الغلطه مره واتنين وتبقى منبهه، وهو مش المفروض يكون الشخص اللي بيغلط الاخطاء دي، لان انت جايبه على مستوى سينيور، ويكون الاخطاء سببها الاساسي عدم التركيز، واسلوبه الدائم هو عدم التركيز، وعدم احساسه بفكره ان انا محتاج اركز واطور. ده الوقت المثالي. فاير فاست قبل ما المشكله تكبر عندك في الشركه والضرر يوصل للبيزنس نفسه. نصيحتي ليك النهارده، ما تتاخرش. سلام عليكم.